سكت وانا الف فكرة بتدور في دماغي. ايه ذنبه عادل يتعمل فيه كده؟ وامه وابوه اكيد هيدوروا عليه ومش هيلاقوه، وانا معقولة اسكت ومشهدش على اللي شفته بعيني؟ أنا اسمي نوال. أنا ست بسيطة كنت عايشة حياة عادية مع زوجي وبناتي، وساكنين في حي شعبي في مدينة اسكندرية. الحي اللي احنا ساكنين فيه كان حي جديد، يعني ما كانش فيه سكان كتير، كان حي صغير وجيراني كانوا ناس طيبين. حياتي كانت هادية وماشية بشكل طبيعي، لحد ما في يوم من الأيام شفت حاجة من سطح بيتي ما كنتش أتصور إنها ممكن تحصل. حاجة هزت كياني وعمري في حياتي ما هنساها. أنا ساكنة في بيت إيجار، وشقتي كانت في الدور الرابع، والرابع ده كان آخر دور ومن فوق السطح كان ملفوف كده بطوب. وبما إن السطح كان فاضي فأنا استغليته وعملت عليه عشة علشان أربي فيها طيور، وكنت كل يوم على المغرب كده بطلع علشان أحط أكل ومية للطيور في العشة. وفي يوم طلعت السطح كالعادة، الوقت كان بعد المغرب بشوية. السطح عندي كان بيكشف أغلب البيوت اللي حواليا، لأن البيت اللي أنا كنت ساكنة فيه كان أطول مبنى في المباني اللي حواليا. وزي ما قلتلكم إن المنطقة كانت جديدة، فأغلب البيوت كانت مبنية دور واحد أو دورين بالكتير. في اليوم ده الجو كان جميل جدا، فقعدت شوية أبص من على السطح على الشارع. كان في قدام البيت اللي ساكنة فيه بيت تاني مكون من دور واحد، وساكنين فيه ناس بالإيجار. والدور التاني من البيت ما كانش مبني بالكامل، كان متحوط بس بالطوب، والسطح مليان بمخلفات البنا زي الرمل والزلط والطوب. انا وقاعده ببص من فوق لقيت ابن الناس المتأجرين البيت، وكان اسمه محمد. في الوقت ده كان بيتكلم مع ولد تاني من الجيران اسمه عادل، وعادل كان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه. عادل ما كانش بيتكلم، وكمان كان عنده اعاقه في رجله. وشويه ولقيت محمد ده مسك عادل وطلع بيه بيتهم. انا قلت لنفسي اكيد واخده علشان يلعبوا مع بعض في بيتهم، بس اللي لفت نظري ان شكل محمد كان غريب، كان بيتلفت حواليه زي ما يكون عاوز يتاكد ان محدش شايفه. وشويه واتفاجئت بيهم انهم طلعوا الدور التاني من البيت اللي ما كانش مبني غير نصه بس، متحوط بطوب بس، وكمان من غير سقف. وانا بما اني كنت في الدور الخامس فكنت شايفة كل شيء بيحصل قدامي. حسيت بحاجة غريبة، عادل مش من النوع اللي بيطلع مع حد بسهولة، دايما هادي وما بيحبش المشاكل. فضلت اراقب من بعيد، شفت محمد بيتكلم بسرعة وبيحرك ايده كأنه بيطلب حاجة او بيهدد عادل، وعادل واقف بيهز راسه كأنه بيرفض. محمد قرب منه اكتر ومسك دراعه بعنف، وابتدى انه يحتك بيه. انا قلبي كان بيتنفض وانا مش عارفه اعمل ايه. حاولت اسمع بس طبعا مفيش صوت، لان عادل كان اخرس. كل اللي كنت شايفاه انه بيحاول يبعد عنه. انا فهمت هو عاوز منه ايه، وكل اللي جه في دماغي انه خلاص ادام شاف انه رفض هيسيبه ينزل بامان. بس اتفاجئت انه شده من ايده وحاول يوقعه على الارض. عادل فضل يقاومه بكل قوته، بس اتفاجئت بمحمد راح جاب قالب طوب من اللي كانوا على السطح وفضل يضرب على راس عادل لحد ما بطل يتحرك. كل ده وانا شايفه اللي بيحصل، بس الصدمه ربطت لساني، ما قدرتش انطق ولا اتحرك. كل حاجه كانت بتحصل بسرعه. واتفاجئت بمحمد بيجيب رمله وبيفضل يحبي في بق عادل وفي مناخيره. بعدها ابتدى محمد يحفر في الرمل اللي موجود على السطح، وبعدين جر عادل وحطه في الحفرة وبقى يردم عليه بالرمل. بعدها قام ونفض هدومه ونزل ولا كأن شيء حصل. كنت شايفة اللي بيحصل وانا مذهولة وبتنفض من الصدمة. الموضوع كله ما كملش 5 دقايق، نزلت جري على شقتي وانا مرعوبة. جوزي حاول يفهم مني اللي حصل بس ما قدرتش انطق، سابني لما هديت شوية وبعدها حكيت له كل اللي شفته. اتوقعت انه هيقولي البسي بسرعة نروح نبلغ الشرطة، بس اللي قالهولي صدمني. قال لي نوال احنا ملناش دعوة، حسك عينك تحكي لأي حد حاجة من اللي حصلت. بصيت له وانا مذهولة، قلت له ازاي ده قتل الواد قدام عيني، لازم ابلغ عنه ويتعدم. قال لي احنا مش حمل بهدلة ومشاكل، تفتكري لو رحنا وبلغنا اهل محمد هيسيبونا في حالنا؟ دول ناس بلطجية ما يعرفوش ربنا، واحنا ملناش حد هنا. انا عندي بنات وعاوز احافظ عليهم واربيهم، ومش حمل ادخل نفسي في عداوة وصراعات مع حد. كلامه نزل عليا زي رصاص، الدنيا لفت بيا. كلامه ممكن يكون منطقي، وممكن فعلا لو اهل محمد عرفوا ان انا الشهادة الوحيدة على ابنهم مش بعيد يأذوني ويأذوا بناتي. وكمل زوجي كلامه وقال لي اكيد الجريمة كام يوم وهتتكشف، وهيعرفوا مين اللي عمل كده، وهيتقبض عليه ربنا ينتقم منه ومن اهله. سكت وانا الف فكرة بتدور في دماغي، ايه ذنبه عادل يتعمل فيه كده؟ وامه وابوه اكيد هيدوروا عليه ومش هيلاقوه، وانا معقولة اسكت ومشهدش على اللي شفته بعيني؟ معرفتش اعمل ايه، بس في النهاية اقتنعت بكلام زوجي، وشفت ان اسلم حل فيه حماية ليا ولعيلتي ان
إني أسكت. بعدها بكم ساعة سمعنا الميكروفونات اللي في الجوامع بيندهوا على عادل وبيسألوا لو كان حد شافه، وبيقولوا إنه مختفي وأهله بيدوروا عليه. وأنا قلبي قاعد بيترجف وبتمنى إنهم يكتشفوا اللي حصل بسرعة، وبدعي الأم وأبوه ربنا يصبرهم. بيمر يوم واتنين وتلاتة وأهل عادل بيدوروا على ابنهم في كل حتة. أنا ما كنتش بقدر أنام بالليل، ضميري كان بيعذبني وأنا شايفة أم وأبوه قلبهم محروق على فراق ابنهم. وفضلنا على الحالة دي لمدة شهرين، وفي يوم اتفاجئت إن محمد وعيلته بيعزلوا من البيت اللي دفن فيه عادل. قلبي قاد زي النار، معقولة يهرب بجريمته وينفد منها؟ لا، مستحيل. وتمر الأيام والشهور وأهل عادل مخلوش مكان إلا وبيدوروا فيه على ابنهم. بعدها بسنة ونص البيت اللي قدامنا سكن فيه راجل كبير اسمه عم سالم. عدت الأيام وأنا فكرت إن محمد هرب من العقاب وحق عادل ضاع، بس سبحان من لا يغفل ولا ينام. بعد سنة ونص من سكن عم سالم في البيت، الوقت ده احنا كنا في الشتاء، الدنيا كانت بتمطر. اتفاجئنا بعم سالم عمال ينادي على الناس من سطح بيته وبيصرخ، بس مع صوت المطر والناس كلها كانت في بيوتها محدش كان سامع صوته، بس أنا كنت سامعاه. بصيت من الشباك لقيته نازل يجري من السطح وطلع من البيت ومشي. بعد شوية أسمع صوت البوليس والدنيا مقلوبة في الشارع. أتاري عم سالم مع المطر الدنيا غرقت البيت عنده، فطلع السطح يشوف المية بتنزل منين، فلقى كوم رمل كبير سادد مجرى المية وبيخلي المية تنزل على الشقة عنده مش على الشارع. فضل يحفر في الرمل علشان يصرف المية، وكانت الصدمة إنه لقى جمجمة بني آدم مدفونة في الرملة. ففضل يكمل في الحفر وتفاجئ انه لقى هيكل عظمي كامل لبني ادم، فراح وبلغ الشرطة، ورجال الشرطة طلعوا معاه لفوق السطح. ولما الناس سمعت الحكاية في الشارع جه والد عادل وقال اكيد الجثة دي بتاعت عادل ابني. وبالفعل الطب الشرعي اثبت ان الجثة دي لطفل عنده 12 سنة وعنده اعاقة في عظم الرجل. ولقوا هدوم عادل مدفونة في الرمل، ووالد عادل اتعرف عليهم وقال ان الهدوم دي بتاعت ابنه. ومع التحقيقات عرفوا ان البيت ده عم سالم مأجره من سنة ونص، بس والد عادل قال لأ، البيت كان ساكن فيه ناس قبل عم سالم، وقال ان الناس دول كان عندهم ولد عنده 16 سنة اسمه محمد. انا كنت شاكك فيه من البداية، خاصة ان محمد ده كان سيء السمعة، واتهموه قبل كده انه اتحرش بطفل من الشارع واتقبض عليه، بس طلع لعدم كفاية الادلة. وبالفعل رجال الشرطة دوروا على محمد وعيلته وقبضوا عليه، وتمت مواجهته واعترف بجريمته بالكامل. وسبحان الله اتقبض عليه وهو عنده 20 سنة، وكأن ربنا سابه الفترة دي كلها علشان يوصل للسن القانوني للإعدام، علشان يتعدم وحق عادل يرجع. أنا عارفة إن ناس كتير هتلومني وتقولي إني شيطان أخرس سكت عن الحق، بس أكيد برضو في ناس هتفهمني وتفهم إن اللي حصل ده كان غصب عني. وسبحان من لا يغفل ولا ينام، ربنا مش بيسيب حق حد، وأكيد محمد واللي زيه ربنا مش هيسيبهم، وعقابهم هيكون في الدنيا قبل الآخرة. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تتابعوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.